فلورين الي في الامام كده، هجمه غريبه واعده مناسبه للتهديف. جول هدف اول روماني، شكل غريب جدا، هدف من كلاودي. قلت مرارا وتكرارا ان الخط الخلفي منتخب مصر بداية كمان من ابو جبل ورباعي خط عزار في افريقيا. طب نتابع الهجمه دي في منتهى الخطوره. مروان السقوط واضح، لكن شرويده المره دي السقوط واضح لحكم اللقاء. ركله جزاء ابراهيم المهيري يصدر فرمان في الدقيقه 39 من باصه شرويده، وركله جزاء في الوقت الحرج. يا ترى صالح جمعه ممكن يكون هو صاحب الهدف؟ شوف شرويده ثبته بشكل كويس قوي. شرويده عنصر المهاره يا ولد، ودخل على الرجل الناحيه الثانيه بعد ما ثبته في الجانب العكسي على طول. ما قدرش المدافع اندري بيايو يوقفه بطريقه مشروعه رقم 2. اذا ركله حره ان شاء الله بعد التوفيق. صالح جمعه ركله جزاء، جول مصر. هدف اول لركله جزاء في الدقيقه 40. صالح جمعه قدر ان هو يصل بالطبعه الاولى لاهداف منتخب مصر الاولمبي، ويتخطى كل الحواجز والحدود من خلال ركله جزاء وتصدير البهجه والفرحه للجماهير. صالح جمعه هدف اول يعيد اللقاء الى نقطه البدايه من جديد، وكانه لم يبدا بعد. نقطه من اول السطر، التعادل، لكن التعادل الايجابي 1-1. صالح جمعه هو الاكثر ترك بصمه في هذا اللقاء بالنسبه للفراعنه. كان نجم، انا في اعتقادي ان صالح جمعه هو نجم اللقاء وليس